مع اشتداد حملة الغرب وكيان المستجلبين على المسلمين في رفح وغزة، تم افتتاح مركز اسمه تكوين. يعني جاءت التسمية من سفر التكوين من العهد القديم، والقائمين عليه من أشد المؤيدين لكيان المستجلبين وسحق المسلمين والطعن في الإسلام والمسلمين، مثل إبراهيم عيسى الداعي إلى تقديس البقرة وعبادتها. أنا سامعه بإذني هذا وشاهدته. وبعدين يوسف زيدان اللي همه طول نهاره بس يشتم الصحابة والإسلام والمسلمين، وهذا جعله نجم عند القنوات الإعلامية اللي بتتبنى. كل واحد بيطلع من المجاري بس يسب على الإسلام بتبنوه فورا، والجهات الغربية بتتبناه. واسلام البحيري ومجموعه من التافهين والتافهات الحاقدين على الاسلام والاسلام والمسلمين. هذول بياخذوا فكرهم من وين؟ من كتب جورجي زيدان، اللي هو اشهر من كذب وافترى على الاسلام والمسلمين. يعني هذا طعن في عثمان وعلي وام المؤمنين عائشه رضي الله عنهم وعن خلفاء بني اميه، وطعن بهارون الرشيد واخته العباسه، وطعن في طارق بن زياد وفتح الاندلس، وطعن في عبد الرحمن الغافقي، وطعن في عمرو بن العاص، وطعن بيبرس وقطز وصلاح الدين. فهذول بياخذوا فكرهم من هذا الكذاب المزور في التاريخ. بعدين هذه المحاولات امتداد للقرن الماضي. زائد جورج زيدان كان مين؟ في جمال الدين الافغاني وتلفزيون محمد عبده الماسونيين، اللي كان الافغاني يرأس محفل كوكب الشرق، ومحمد عبده اللي اخذ وسام الفارس الاكبر من فرنسا من المحفل الفرنسي، وتلاميذهم رشيد رضا وهدى شعراوي وقاسم امين وطه حسين، وكلهم هذول كانوا يدعوا للإلحاد وتحرير المرأة والإباحية بحجة التنوير والحداثة. وهذول جاءوا بحجة الحداثة والتنوير. مركز تكوين هذا جاء للطعن بالقرآن، بالسنة النبوية، بالصحابة، بأمهات الكتب، بتشكيك المسلمين بدينهم. ولذلك هذول بينكشفوا بروحوا إلى مزابل التاريخ كما ذهب غيرهم. ولكن